واحد قال له لا 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 لا، انا ما عملتش حاجة، ده هو اللي ضربني. قال له يا ابني ضربك ايه؟ بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر الداهرين امين. النهارده هنحكي حكاية قديس عظيم جدا اسمه الأنبا بيشوي. الأنبا بشوي. أنبا بشوي ده وهو صغير كان عنده اخوات كتير خالص. كان عددهم كام؟ عددهم 6. المهم في مرة من المرات كانوا موجودين كده ومامتهم معاهم، لقوا حاجة غريبة جدا حصلت. لقوا ملاك. الملاك ده ظهر وراح قال لمامتهم، قال لها كلام حلو قوي. قال لها بابا يسوع مبسوط خالص خالص منكم، وعايز واحد من ولادك يبقى بتاعه يخدمه على طول. فمامتهم فرحت جدا وقالت له قالت له ماشي، اختار من ولادي اللي انت عايزه. راح مشاور على مين؟ على مين؟ على بشوي. وقال لها هو ده اللي ربنا اختاره. بس بشوي وقتها كان صغير وضعيف ونحيف وضعيف خالص كده. قالت له هو ده اللي ربنا اختاره؟ طب ما في ولادي في ناس اقوى منه، وفي ناس اطول منه، وفي ناس شكلهم حلو كده خالص. قال لها لا، ربنا عايز ده. ربنا مش بيبص على الشكل من بره، ربنا بيبص على القلب اللي جوه. فالمهم مامته ما كانتش فاهمة معنى الكلام ده. ابتدوا هم يكبروا 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 ويبقوا رجالة كبار، لحد لما جه في وقت قال لهم بشوي قال لهم قال لهم بصوا بقى، انا عايز اروح اعيش في الصحراء مع بابا يسوع، عايز اترهبن. وفعلا اخد بعضه وراح الصحراء عند واحد كنا حكينا حكايته قبل كده، اسمه الأنبا بموة. تفتكروا الأنبا بموة حكينا حكايته امتى؟ في قصة القديس يوحنا القصير. الأنبا بموة اللي هو كان موجود في قصة القديس يوحنا القصير هو نفس الأنبا بموة ده اللي كان موجود في قصة الأنبا بشوي. اللي حصل؟ راح الأنبا بشوي عند مين؟ عند الأنبا بموة، وقال له يا أنبا بموة، أنا نفسي أعيش مع ربنا، ونفسي أقعد كده مع ربنا أصلي وأصوم وأبقى راهب. الأنبا بموة قعد يصلي كتير كتير، وبعدين خلاه راهب. وفعلا الأنبا بشوي ده بقى راهب حلو خالص، هو ومعاه مين؟ القديس يوحنا القصير اللي احنا كنا حكينا حكايته، كانوا مع بعض عند الأنبا بموة. وبعدين بعدها بشوية الأنبا بموة راح السما، فاتبقى مين؟ القديس يوحنا القصير والأنبا والأنبا بشوي. راحوا قعدوا يصلوا عشان ربنا يرشدهم هيعملوا وفعلا ربنا أرشدهم إنه الأنبا بشوي يروح يقعد في حتة بعيدة شوية كده في مغارة. فعلا الأنبا بشوي راح عاش في المغارة دي، بس عمل حاجة غريبة جدا. عمل كان هو بيحب يصلي قوي، فراح جه عمل في المغارة كده خرم صغنطوط كده، وحط فيه حاجة كده زي مسمار، وراح رابط فيه حبل، وفي الحبل ده بقى يربط شعر راسه بالحبل اللي في السقف، ويقف يصلي. وبعدين وهو واقف يصلي، من كتر ما بيصلي كتير 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 يبقى عايز ينام خالص، فعينه تقفل كده وراسه تنزل لقدام. يوم اللي يحصل؟ الحبل يشد شعره،
عشان ايه؟ عشان هو مربوط من فوق، فاول ما الحبل يشد شعره يقوم ايه؟ صح. يكمل صلاة ويفضل يصلي يصلي كتير 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 كتير، وبعدين يلبس عليه النوم، فيبتدي ايه؟ عينه تغمض كده واحدة واحدة، وبعدين يوطي راسه يوطي راسه يوطي راسه وهينام. يقوم ايه اللي يحصل؟ الحبل يشد شعره تاني، فايه اللي يحصل؟ يصحى. كان من كتر ما هو بيحب الصلاة كان يقعد ايه؟ يعمل كده علشان يبقى ايه؟ يصلي اطول وقت ممكن من كتر ما هو بيحب الصلاة، وعشان كده كان قلبه حلو خالص. ومرة من المرات لقى كده ايه؟ حد شكله كده ايه؟ كأنه جاي من مشوار بعيد قوي. وكان زمان الرهبان عندهم عادة جميلة قوي. ايه هي؟ ان يجيبوا حاجة كده زي حلة واسعة شوية ويحطوا فيها مية. وكان الناس لما تسافر بتمشي مسافة طويلة قوي، وكانوا دايما زمان ما عندهمش شوز، ما كانوش بيلبسوا شوز في رجليهم او جزمة في رجليهم، كانوا بيلبسوا صندل، والصندل مفتوح وهم ماشيين في الصحراء. فمن كتر الصحراء والسفر الطويل رجليهم بتبقى اتوسخت خالص. فكانوا الرهبان يعملوا حاجة جميلة، يجيبوا حلة كده كبيرة وإيه وفيها مية، ويخلوا الشخص ده يقعد يحط رجله في المية اللي جوه الحلة، ويعملوا إيه؟ يغسلوا له رجليه، فتبقى رجليه كده نظيفة وجميلة تاني. فالأنبا بشوي لما لقى الراجل ده كده جاي من مشوار بعيد خالص، راح قال له اتفضل عندي، اتفضل اقعد ارتاح شوية واغسل لك رجليك. وفعلا الراجل ده دخل عنده، وهو عنده ابتدى يجيب المية ويغسل رجلين ايه؟ الراجل. وهو بيغسل رجليه بيبص في رجله، لقى ايه؟ لقى الخروم بتاعة المسامير في رجلين الراجل ده. عرف ان ده مين؟ بابا يسوع. فرح جدا جدا، بيبص لقى بابا يسوع قاعد قدامه، انبسط قوي وفرح قوي، وقال له يا بابا يسوع انت جيت لي بنفسك. راح بابا يسوع باركه وايه؟ واختفى. كان مبسوط قوي 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 وفرحان، ومن كتر ما هو فرحان ان بابا يسوع بنفسه ظهر له، راح ابتدى يشرب من المية اللي هو كان هيغسل فيها رجل بابا يسوع. فرح ايه؟ شرب منها. وكان عنده التلميذ بتاعه، تلميذه ده يعني واحد قاعد راهب صغير بيتعلم منه، راح منادي عليه قال له تعالى تعالى بسرعة تعالى بسرعة. قال له في ايه؟ في ايه يا عم بشوي؟ في ايه؟ في ايه؟ قال له تعالى اشرب من المية دي. قال له ايه المية دي؟ طيب حاضر. قال له بقول لك اشرب من المية دي. قال له ليه؟ هشرب بس طب حاضر. وما كانش عايز يشرب من المية. الأنبا بشوي قال له بقول لك اشرب من المية دي هتندم. قال له حاضر هشرب منها. ومرضيش يشرب منها. بعدها بشوية طلع الأنبا بشوي ورجع، والراهب الصغير ده رجع بيبص على المية، ملقاش المية. قال له يا أنبا بشوي هي المية اللي كانت في الحالة دي فين؟ قال له نشفت. قال له نشفت؟ طب أنا ما شربتش منها زي ما أنت قلت لي. قال له ما أنا قلت لك. قال له طب هو فيها إيه المية دي؟ هي المية دي كان فيها إيه؟ قول لي فيها إيه المية دي؟ قال له ده بابا يسوع ظهر وغسلت رجله في المية دي، وخدت بركة كبيرة قوي ان انا شربت منها، وقلت لك عشان كده اشرب منها. قال له ايه؟ المية دي بتاعت رجلين بابا يسوع، يا ريتني كنت شربت، يا ريتني. وقعد الراهب زعلان خالص ومتضايق ان هو ما سمعش الكلام. عشان كده لازم نسمع كلام بابا وماما والناس اللي اكبر مننا لما يقولوا لنا حاجة نعملها. الرهبان من كتر ما عارفين ان الأنبا بشوي بيحب بابا يسوع قوي، بابا يسوع بيحبه قوي وبيحبنا كلنا،
بس طبعا الأنبا بشوي كان بابا يسوع بيظهر له كتير. قالوا له يا أنبا بشوي، يا أنبا بشوي، يا أنبا بشوي. قال لهم ايه عايزين ايه؟ قالوا له نفسنا نشوف بابا يسوع. قال لهم نفسكوا تشوفوا بابا يسوع؟ قالوا له عشان خاطرنا احنا نفسنا نشوف بابا يسوع. قال لهم طيب هصلي ونشوف بابا يسوع هيقول لنا ايه. وفعلا صلى. راح بابا يسوع قال له بص يا أنبا بشوي، قول للرهبان دول ان الصغيرين دول ان انا هقابلكوا فوق الجبل. هقابلكوا ايه النهارده فوق الجبل. فرح الأنبا بشوي خالص وراح للرهبان قال لهم افرحوا افرحوا. قالوا له في ايه؟ قال لهم بابا يسوع بيقول لكم ان هو هيقابلكم النهارده فوق الجبل. الرهبان زقطتوا جدا وانبسطوا وقالوا يلا بينا بسرعة. كل واحد حط جلابيته في اسنانه وجري بسرعة عشان يلحقوا يشوفوا مين؟ بابا يسوع، صح؟ وبعدين وهم رايحين لقوا راجل كده عجوز قاعد تحت الجبل. قال له يا ابني يا ابني انت يا ابني. قال له عايز ايه؟ قال له انا سمعت ان انتوا النهارده هتشوفوا بابا يسوع وانا نفسي كمان اشوفه. ممكن تاخدني معاك، تشيلني وتاخدني معاك؟ قال له بقول لك ايه بقى، انا مستعجل بعدين. وراح جاري بسرعه. جه الراهب اللي بعده يقول له يا ابني انا عايز اطلع الجبل، ممكن تساعدني اطلع اشوف بابا يسوع انا كمان؟ بقول لك ايه يا عم انت، انا مستعجل جدا، انا عايز اشوف بابا يسوع، انا ماليش دعوه بيك، يلا باي باي. ويقوم ايه جاري عشان يشوف بابا يسوع. فضلوا كل الرهبان يقولوا للراجل ده كده، محدش راضي يساعده. لحد لما جه العجوز بقى الأنبا بشوي وهو طالع معاهم على الجبل. شاف مين؟ الراجل العجوز. قال له في ايه يا عم انت قاعد كده ليه؟ قال له كل الرهبان اللي عدوا عمال اقول لهم انا نفسي اشوف بابا يسوع وهم مش عايزين يساعدوني. قال له يا خبر، لا ما ينفعش طبعا، تعالى انا اساعدك، بص انا هشيلك على كتفي، تعالى. وراح اخد الراجل العجوز ده على كتفه. بس الحاجة الغريبة انه اول لما شال الراجل العجوز ده على كتفه لقاه خفيف خالص، وفضل يمشي ويطلع الجبل وهو شايل الراجل ده. الحاجة الغريبة اللي كانت بتحصل ان كان الراجل ده يتقل. الأنبا بشوي قال ايه ده، والراجل ده بقى تقيل قوي كده ليه؟ بيبص كده على اللي شايله على كتفه، لقى مين اللي شايله على كتفه؟ بابا يسوع بنفسه كان طالع في صورة الراجل العجوز ده. فقال له يا بابا يسوع، ده السما كلها ما تسعش ان هي تشيلك، انت تطلع على كتفي انا. بابا يسوع كان فرحان جدا بالأنبا بشوي وباركه واختفى. طلع الأنبا بشوي فوق الجبل. قالوا له يا أنبا بشوي، هو فين بابا يسوع؟ انت ضحكت علينا، انت قلت لنا بابا يسوع هيجي فوق الجبل وهنشوفه، احنا مش شايفين حاجة، هو فين؟ قال له هو فين بس، هو في حد يعمل اللي انتوا عملتوه ده؟ قالوا له في ايه؟ عملنا هو الشبشب بتاعي مقطوع بس ما واحد قال له لا انا ما عملتش حاجة، ده هو اللي ضربني. قال له يا ابني ضربك ايه؟ قال له ما اعرفش، هو حط صباعه في بقي. يا ابني بصباعه في بقي. راح قال لهم انتوا بتتكلموا على ايه؟ قالوا له ما اعرفش، انت بتقول عملتوا ايه؟ قال لهم انتوا ليه ما ساعدتوش الراجل اللي كان تحت في الجبل؟ قال لهم احنا عشان مستعجلين. قال لهم ماشي، بس الراجل ده كان هو كمان نفسه يشوف بابا يسوع. قالوا له صح معاك حق. قال لهم طب انتوا عارفين بقى حاجة هقول لكم؟ قالوا له ايه؟ قال لهم الراجل ده
كان هو بابا يسوع. قالوا له ايه؟ يا خبر ابيض، يا ريتنا كنا ساعدناه. واحد منهم قال له ده انا قلت له انا مستعجل ومش هينفع اساعدك. يا واحد قال له يا خبر، ده انا كمان سبته ومشيت ومرضتش اسأل فيه. كانوا زعلانين خالص ونزلوا وهم زعلانين. الأنبا بشوي قال لهم لازم نتعلم إن كل واحد بنساعده إحنا ممكن نشوف فيه بابا يسوع. مش شرط هو نفسه يبقى بابا يسوع، بس بابا يسوع علمنا إن إحنا نساعد الناس. طبعا لما نساعد حد لازم يبقى معانا حد كبير، ما ينفعش واحنا صغيرين حد يقول لنا ساعدوني نساعده كده على طول. احنا لازم واحنا صغيرين كده نسأل الأول بابا أو ماما أو حد احنا بنحبه ونثق فيه، فهو يقول لنا إن احنا نعمل كده أو لأ. ماشي؟ وفضل الأنبا بشوي يعمل حاجات حلوة خالص كتير زي كده لحد لما راح عند بابا يسوع السما، وبقى من القديسين الحلوين خالص اللي في كنيستنا الجميلة. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. وفي آخر الحلقة مش هننسى نسلم على أصحابنا أصدقاء حلقة النهاردة. من مصر مانويلا جورج، مارييلا جورج، لوباتير رامي، راراس مايكل، جون مايكل، رافائيل مايكل، ميرولا جورج، بادي جورج. من أمريكا إلينا عماد، سيلين عماد. من أستراليا آن ماري ولوقا صامويل. ولو عايزين تكونوا من أصحاب الحلقات الجاية ابعت لنا في الكومنت اسمك والمكان اللي انت منه. ونحب نشوفكم دايما مع إصدارات كوبتك سمارت كيدز ذكية ومليانة باللعب والمفاجآت والحاجات اللي بتعلمنا عن طقس الكنيسة والقديسين والأسرار. نشوفكم الحلقة الجاية. باي باي.